كنت كل يوم انزل اقعد في المطعم عند حسين. المحل كان فيه هنود وفيه باكستان وفي بعض الجنسيات التانية، لانه في وش سوق النضارات على طول. فكنت اسلم على الناس، اتعرف عليهم، اخد ارقام. الفكرة اللي كانت دايرة في دماغي ان انا عاوز اعمل دعاية للشركات الصينية وابيع في مصر. كان عندي صفحة اسمها الاستيراد من الصين، كنت بنزل عليها منتجات وانا في مصر. الصفحة ما كانتش مظبوطة قوي والريتش بتاعها كان واقع خالص، وكان فيها لخبطة منتجات، يعني كان فيها حديد وفيها مش عارف اكسسوار موبايل، فيها حاجات كتير ما كنتش مهتم بيها قوي وانا في مصر، لان انا مش عارف هتجيب نتيجة ولا لا، او انا لما هعمل اعلان هكون ايه البروسيس، همشي ازاي. فما كنتش مهتم بيها قوي. قلت انا ابدا اهتم بالصفحة دهية. وفي الفترة اللي فاتت ما كانش اصلا معايا فلوس اعمل اعلانات، او ان انا اصرف اعلان ممول ما يجيبش نتيجة. بدأت اشتغل على الصفحة دهية. في خلال الايام دهية اتصل عليا الشاب العربي ده اللي كان مصاحب البنت اللي اتعرفت عليها اول ما وصل. ازيك يا احمد، اخبارك؟ قلت له تمام الحمد لله. قال لي في شباب مصريين لو عايز تقعد معاهم، هم عندهم مكان فاضي. فانا قلت له كويسين. قال لي والله فيهم شاب كان شغال معايا في مطعم وانا ما شفتش منه حاجة وحشة خالص. فقلت له خلاص ما فيش مشاكل، بعت لي رقم. بعت لي رقمه. السلام عليكم. وعليكم السلام، لو سمحت انا كنت عايز اجي اسكن عندكم. اداني العنوان. رحت للعنوان ما لقيتوش، وانا ما كانش معايا نت. فضلت مستني ما لقيتوش. رحت راجع على الفندق. رجعت الفندق لقيت رسائل للصبح. هو فكر ان انا وعدته وما رحتش، فقلت له بس خليك مكانك وانا راجع لك تاني. رجعت تاني. لا انا بعتذر لك والله ما كانش فيه نت وبتاع. فقال لي ولا يهمك، تعالى اتفرج على الشقة. دخلت الشقة، طبعا مش احسن حاجة خالص. الصالة اضاءة خافتة جدا، لكن السعر ارخص من الفندق مرتين. فقلت له خلاص. قال لي في عربون بتدفعه وفي الشهر، ايجار الشهر. فقلت له خلاص ماشي. دفعت له 1500 يوان وقلت له انا بكرة ان شاء الله هجيلك. ورحت رجعت على الفندق. تاني يوم رحت رايح الشقة. خبطت، فتح لي شاب كده، فبسأله فين فلان. قال لي ده فلان مش هنا، ده نزل مصر.